في كل مرة بصور وبطلع على الكرسي ده بفتكر برنامج من سيربح البونبون اللي أحمد حلمي كان بيقدمه لما كان بيجيب العيال الصغيرة وكانت تطلع على نفس الكرسي، يعني ما كانوش بيعرفوا يطلعوا وكان يضطر هو اللي يشيلهم ويحطهم. يعني أنا دلوقتي حسيت بالمعاناة اللي كانوا بيعانوها وقتها. يعني ثانية بس. البق اللي متعودين عليه قالوا احنا كده جاهزين. ازيكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وحلوين ودايما مبسوطين. قبل اي حاجه بس علشان الناس اللي كانت متضايقه من الجوده بتاعه المايك في الحلقه اللي فاتت، فتقريبا كده الدنيا مية مية هي ومفيش اي مشكله. حلقه النهارده هي الحلقه التانية من سلسله خلينا ندردش سوا، والحلقه دي هتبقى بعنوان الحب قصاد حياتك العمليه. فقبل ما نتكلم في اي حاجه بصوا الحلقه زي ما احنا متعودين، نتاكد ان انت مخلص كل اللي وراك وفاضي، واعمل المشروب اللي انت بتحبه وانا قاعد مستنيك. صح، اوعى تنسى تعمل لايك وسبسكرايب. وكفايه راجل لحد كده، يلا بينا نخش في موضوع حلقتنا. اتمنى بس منك انك تكمل الحلقه دي للاخر وتفهم الرساله اللي انا عايز اوصلها بشكل صح. خليني اقولك ان الحب في حد ذاته هو حاجه مهمه في حياه اي حد، وكلمه الحب هنا ما بتختصش على علاقه الحب اللي بتبقى بين طرفين اتنين بيحبوا بعض ولازم يبقى في حاجه ما بينهم. الحب ده ممكن يبقى حب اهلك ليك، حب صحابك ليك، او حبك انت لاهلك او صحابك. فبالتالي ما اظنش ان في بني ادم ما بيحبش او ما بيتحبش. وعشان كده الحب بيعتبر من اهم الحاجات اللي في حياتنا. مهم عشان بيريح، بيحسسك بالامان وبيخليك مطمن، بيخليك عارف ان ليك حد تشكيله همك وتحكيله ويخاف عليك. ما اظنش ان في انسان ممكن يعرف يعيش من غير حب. ايه؟ ما اظنش ان في انسان ممكن يعرف من غير مش عايز تتقال. انا لساني وقف. ما اظنش ان في انسان ممكن يعرف يعيش من غير حب. سهله وبسيطه اهي، ما بتتقاليش ليه بقى في الفيديو؟ ما اظنش ان في انسان ممكن يعرف يعيش من غير حب. طب انت دلوقتي هتسالني كل ده جميل، بس ايه علاقه الحب ده بان انا ممكن احطه في كفه وحياتي العمليه تبقى في كفه تانية؟ ايه اللي يخليني اقارن ما بينهم اصلا؟ هقول لك لان بكل بساطه انا في حلقه النهارده ما بتكلمش عن الحب عامه قصاد حياتك العمليه. انا بختص نوع معين من الحب، ونوع الحب ده هي علاقه الحب اللي الكل نفسه يعيشها، اللي بتكون بين طرفين وبيقرروا ان هم يكملوا حياتهم مع بعض. طب يا عم ديفيد، انت هتسوحنا معاك ليه؟ امال ليه قلت لنا في الاول ان الحب مش لازم يبقى حب ان الاتنين اللي بيكملوا مع بعض، وانه ممكن يبقى حب اهلك ليك وصحابك ليك؟ هقول لك تمام انا معاك، بس ده عشان احاول اوصل لك ان قد ايه الحب مهم في حياة اي حد. بس مش اي حب. من وجهة نظر انا، ودي في ناس كتير ممكن تتفق معايا وناس كتير برضو تختلف، اننا نقدر نعيش من غير قصة الحب دي عادي جدا، وحياتنا هتكمل وهتبقى زي الفل ومش هننقص حتة. بالعكس والله. وده مش هتحس بيه ولا هيشغلك طول ما انت بني ادم عندك هدف عايز توصله، بتجري وراه وبتسعاله وبتشتغل على نفسك بدل المرة 100 عشان تحققه. انا واحد من الناس مقتنع ان القلب والعقل عمرهم ما يمشوا في طريق واحد، ده ليه طريق وده ليه طريق تاني. عمرك ما هتبقى ناجح وانت مركز في العواطف والمشاعر والحب، وبرضه عمرك ما هتعرف تحب وانت مسحول في شغلك وفي خططك والهدف اللي انت بتحاول تسعى له او توصل له. هتسمع كلام قلبك وهتفضل ماشي وراه، يبقى هتتسحل في الحب وعمرك ما هتعرف تركز في اي حاجة ليها علاقة بمستقبلك. وقتها بس هتلاقي نفسك بني ادم فاضي. وقتها هتسأل نفسك، هو انا خدت ايه من الحب؟ خدت اهتمام، مشاعر حلوة، كلمتين خلوا قلبي يرفرف؟ طب وبعدين؟ الكلام ده فادك بحاجة؟ عملت بيهم قيمة لنفسك؟ نجحت بيهم؟ الإجابة لأ، ولا أي حاجة من دول. عكس البني آدم التاني اللي صارف وجهة نظر عن الحب والمشاعر والكلام ده كله دلوقتي. هو مركز في مستقبله وباصص لحاجة هو عايز يوصلها وبيشتغل على نفسه فيها 100 مرة عشان يتعب دلوقتي ويعمل قيمة لنفسه ويلاقي لنفسه مستقبل كويس، عشان ساعتها يعرف يحب براحته، يعرف يحب بجد، ما يبقاش حاسس ان هو مقصر في حق نفسه، ما يلاقيش نفسه فاضي قدام. اللبن خلص المرة دي وعامل الكاكاو بالمية وطعمه صايص. مش عارف اعمل في نفسي كده ليه. تقدر تقولي لو انت مشيت ورا قلبك وفضلت تحب على نفسك وساحل نفسك مع البنت اللي انت معاها دي 24 ساعة وما بتشوفش مستقبلك، هتصرف على نفسك ازاي وانت اسمك راجل؟ تعرف تقولي هتتقدم للبنت دي ازاي؟ هيبقى معاك ايه وانت داخل البيت من بابه عشان تتقدم لها؟ ولا اي حاجة. انا بس مش عايز الناس تفهمني غلط ولا تقول عليا ان انا معقد او بحرضهم ان هما ما بيحبوش.
الموضوع مش كده. أنا غرضي من كل الكلام اللي قلته واللي لسه هقوله إنك تعرف قيمة نفسك، تشوف مستقبلك، تبني شخصيتك قبل أي حاجة تانية، لأن أنت مش مهم عند حد قد ما أنت مهم عند نفسك. ومع ذلك على فكرة في ناس كتيرة قادرة تعمل بالانس بين قلبها وعقلها، وقادرة تفصل بين ده وده، وكل دول على راسي والله. بس أنا كلامي موجه للناس اللي محتاجة تعرف قيمة نفسها، وتعرف قد إيه هي مهمة لنفسها مش لأي حد تاني. اتعب واسعى في حياتك، واتمرمط عشان تعرف تقف على رجلك قدام، عشان زي ما قلتلك وقتها تعرف تحب صح. ما تحسش إن أنت قصرت في حق نفسك، ولا تيجي تلوم نفسك على أي لحظة فاتت وتقول يا ريت اللي جرى مكان. وخليك عارف إن أنت بتتصرف على مسؤوليتك أنت. لما تغلط محدش هيشيل شيلتك، أنت اللي هتشيل شيلتك. فاوعى تعمل أي حاجة تندم عليها بعد كده. مش معنى كده بقولك ما تغلطش، كلنا بنغلط، ما احنا بني آدمين مش ملايكة نازلين من السما بجناحات. كلنا بنغلط وكلنا بنتعلم من غلطنا علشان ما نكرروش تاني ولا نقع فيه. المهم إن كل حاجة تتحسب صح، عشان أي قرار ناخده نبقى متحملين مسؤوليته. وصدقني لو انت متخيل ان انت هتبقى مبسوط وطاير من الفرحة وانت بتتحب وبتحس مشاعر حلوة مع حد وبيكلمك وتكلمه وتطمن عليه، فأحب أقولك إنك لما تحس بطعم النجاح وتعمل قيمة لنفسك بجد، وقتها هتبقى طاير من الفرح فعلا. وساعتها تقدر تحب بجد وانت قادر تشيل مسؤولية كبيرة، لأنك دخلت في تحدي مع نفسك قبل كده وقلت أنا لازم الأول أشوف مستقبلي وأعمل قيمة لنفسي وأبقى حاجة، وساعتها هقدر أعمل أي حاجة تانية لأني حطيت نفسي في تحدي وقدرت إن أنا أطلع منه كسبان. ساعتها أي حاجة تانية قدامك هتبقى سهلة، لأنك خلاص شقيت أصعب طريق بنفسك. وخدها مني نصيحة، أنت هتفضل ضعيف طول ما مشاعرك هي اللي بتحركك، لكن لو عقلك هو اللي حركك وداس على مشاعرك، ساعتها بس هتحس إنك قوي وليك قيمة. وبقولها تاني، كلامي ده لكل الناس اللي مش عارفة قيمة نفسها، واللي متخيلة إن الحب في وقتهم ده هو اللي هيحسسهم بالفرحة والانبساط. لكن أي حد تاني بيسمع الفيديو ده قادر يعمل البالانس اللي قلنا عليها في الأول، فأنت على دماغي من فوق وليك كل الاحترام والتقدير. واللي أنا متأكد منه برضو إنك عشان توصل للبالانس اللي أنا قلت عليه ده فأنت أكيد تعبت كتير. في الآخر حابب أقول لكم إن كلكم تستاهلوا كل خير، وإن أنا بحبكم وواثق فيكم، وعارف إن كل واحد فيكم عايز يبقى حاجة، وعايز يبقى كويس وينجح ويوصل لحلمه. وأنا بقول لكم هتعرفوا تبقوا كويسين وناجحين وهتبقوا حاجة بجد، لأنكم أقوياء وعندكم إرادة. انتوا بس شيلوا غمامة الحب اللي على عينيكوا دي دلوقتي، حسوا بقيمة نفسكم واتعبوا وانجحوا، وساعتها حبوا براحتكم. بس اختاروا الشخص الصح اللي يقف معاكم ويسندكم ويشجعكم ويبقى معاكم على المر قبل الحلو. ساعتها بس هتبقوا في علاقة ناجحة بجد. ولو وصلت لحد هنا فأنا حابب أشكرك إن أنت سمعت الكلمتين اللي قلتهم في الأول وكملت الفيديو فعلا للآخر علشان تفهم كلامي بشكل صح، وقبلت إنك تسمع وجهة نظري. ووجهة نظري دي هلاقي فيها اللي متفق وهلاقي فيها اللي مختلف. لو انت متفق فأتمنى ان انت تاخد بنصيحتي، ويا اما انت مختلف مع كلامي وبرضه ليك كل الاحترام والتقدير. وزي ما بيقولوا الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ولو حد عنده اي حاجة بخصوص الحلقة بتاعت النهاردة يكتبها لي في الكومنتس. وبس كده، سلام.